حالة من الفوضى هتحصل، 2 ذا فلاش وممكن نشوف 2 باتمان. باقي ايام على الميعاد الرسمي لفيلم ذا فلاش واللي هيكون يوم 16 يوليو. فقبل ما تخش تشوف الفيلم في السينما او تستنى لما ينزل لازم تشوف الفيديو ده للاخر. حرفيا فيلم ذا فلاش من اكتر الافلام اللي حصل لها مشاكل. الفيلم كان مقرر ان هو ينزل في 2018 في شهر مارس. تخيلوا الفيلم جمع 4 مخرجين مختلفين، كل واحد بيجي يشتغل يقول مين الحمار اللي كان شغال قبلي. من 2018 ل 2023 الفيلم اتعاد كتابته 4 مرات، والقصه اتغيرت كتير طبعا، وكل ده بقى كان جنب انتشار الكوفيد 19 وكل حاجه كانت واقفه، وده خلى شركه وارنر بروز تغير كل مواعيد افلامها اللي كانت المفروض تنزل اخر سنتين. انت مفكر ان احنا خلصنا المشاكل؟ بطل فيلم ذا فلاش الممثل إزرا ميلر اتهامات كتير عليه، اعتداءات وسرقه، والممثل حرفيا كان بيتعالج من المشاكل النفسيه اللي عنده. وبعدين نشوف مخرجين وجوه جديده هم اللي هيقودوا عالم دي سي السينمائي، جيمس جان وبيتر سافران اللي هيحطوا خططهم وافكارهم بعد ما وارنر بروز كنسلت عالم المخرج زاك سنايدر واللي كان اخر فيلم ليه هو زاك سنايدر جاستس ليج. هقول لكم الافلام اللي انتم محتاجين تتفرجوا عليها قبل ما تشوفوا ذا فلاش وكل التفاصيل اللي محتاجين تعرفوها عن الفيلم. فاهلا بيكم في فيديو جديد هنا في القناه. لو دي اول مره تشوفني ما تنساش ان انت تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه. عايزين نوصل للقناه 60000 سبسكرايبر، وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا. فخلونا نوصل الفيديو ل 2000 او 3000 لايك. هو ما اعتقدش ان هي تحصل بس ادينا بنقول. اتوقع بما انك هتشوف فيلم ذا فلاش فانت يا اما اتفرجت على فيلم زاك سنايدر جاستس ليج او حتى اتفرجت على مسلسل ذا فلاش. اكيد عارف قوته الخارقه، وهي ان هو بيقدر يخترق الحدود الزمنيه، بيسافر بالزمن. يعني هو لازم اتحنيك صح؟ هي قوه جميله وكل حاجه، بس اكيد ليها عواقب ممكن تحصل، وده اللي باري هيتصدم فيه وهيحصل في فيلم ذا فلاش. المفروض باري هيحاول يرجع بالزمن عشان ينقذ امه اللي اتقتلت زمان، بس طبعا ما تتوقعش ان انت تغير في الماضي والمستقبل هيسيبك في حالك. وعلى راي مسلسل 11/22/63 المقوله اللي كانت فيه لسه في دماغي لحد دلوقتي: When you fight the past he fights back. باري او ذا فلاش بيلاقي نفسه في عالم من الفوضى، في الجنرال زود اللي بيرجع تاني، بيلاقي نسخه تانيه من نفسه، وكمان بيلاقي نسخه من باتمان مايكل كيتون، وبرضه بيحتاج مساعده من سوبر هيرو تاني. والمفروض ان في الفيلم كنا نشوف سوبرمان ولكن اتغير وبقينا هنشوف سوبر جيرل. فيلم ذا فلاش جمع مخرجين كتير جامدين، من اول زاك سنايدر لجيمس جان لباتي جينكنز وكاثي يان، واخيرا بينضم ليهم المخرج اندي موسكيتي. اما دي سي ستوديو فضم 2 مخرجين جداد وهم نفسهم اللي اخرجوا الفيلم المنتشر حاليا دانجنز اند دراجونز. وبالمناسبه الفيلم ممتع ويستحق المشاهده وكمان مناسب للمشاهده العائليه. اي خدمه، فيلم على السريع اهو. وبالمناسبه فاندي موسكيتي المخرج قال ان في فيلم ذا فلاش هتكون فيه قصه مليانه بالمشاعر. ايوه هو فيلم سوبر هيرو بس ممكن تعامله ان هو فيلم لوحده، فيلم هتحبه وهتتعلق بيه، مش معتمد بس على المؤثرات البصريه، بيلقح على ناس تانية واحنا عارفينهم كويس. اما نشوف بس في الاخر هيعمل ايه عشان كلكم حرفيا بتقولوا كده. الفيلم مقتبس من كوميك اسمها فلاش بوينت، وده على فكره كان هيبقى اسم الفيلم اللي اتغير في اخر لحظه الى ذا فلاش. بس طبعا الفيلم هيكون فيه اختلافات كتير عن الكوميك. في الكوميك بنشوف باري ألين بيستخدم قوته وبيرجع بالزمن وبينقذ امه قبل ما تتقتل، بس في نفس الوقت بقى حاجات تانية بتحصل، زي ان بروس وين بيتقتل، ابوه اتحول لشخص عنيف ودموي، وامه بقت هي الجوكر الجديد، وسوبرمان كمان اتحبس اول ما نزل على الارض. بس في تغييرات حصلت كتير في الفيلم وده باين من الاعلان، زي مثلا ان بروس وين حي وما ماتش واللي بيقوم بدوره هو مايكل كيتون. سوبرمان مش موجود اصلا وموجود بداله سوبر جيرل اللي بنشوفها لاول مره في عالم سينمائي الدي سي في فيلم، الا طبعا اذا حصل احتمال تاني وانا ما برشحوش الصراحه وما اعتقدش ان هو هيحصل، ان سوبر جيرل هتظهر في الفيلم عادي وكمان هنشوف مفاجاه وهو سوبرمان. في شخصيات المفروض ان هم في نفس العالم في مسلسلات دي سي زي ارو وسوبر جيرل وذا فلاش. شفنا الشخصيات دول كلهم بيحاربوا كائن غريب اسمه انتي مونيتور، وشفنا قبل كده في مسلسل ذا فلاش لاول مره الشخصيتين اللي بيقوموا بالدور، ذا فلاش إزرا ميلر وذا فلاش اللي في المسلسل، قابلوا بعض واتكلموا وكانوا مبسوطين الاثنين. فما نعرفش بصراحه هل ذا فلاش اللي احنا بنشوفه في المسلسل ممكن يظهر في العالم اللي فيه الفيلم. انا اشوفها صعبه بصراحه، لان كده هيكون عندنا في الفيلم 3 ذا فلاش، حرفيا نسخه سبايدر مان نو واي هوم بس الدي سي. في خبر حلو بصراحه ان جنرال زود موجود في الفيلم، وتوقعي ان هو مش هيكون الشرير الوحيد على فكره، لان في كوميك فلاش بوينت اللي فيها نفس القصه اللي في الفيلم كان فيها اشرار تانيين. بطل الفيلم كلنا عارفينه هو إزرا ميلر اللي كان من اكتر الممثلين اثاره للجدل في سنه 2022. في شهر يناير تحديدا بدات المشاكل لبطل الفيلم إزرا ميلر. كان بيتكلم عن منظمات في امريكا اسمها كو كلاكس كلان على ما اعتقد، يعني بيقول لهم نصا كده انهوا حياتكم، اقتلوا نفسكم باسلحتكم. ومش بس كده فهو هددهم كمان. بعدها بفتره اتقبض عليه ودفع غرامه وخرج. بعدها تاني طلعت اتهامات لنفس الممثل ان هو بيهدد زوجين وكان هيعتدي عليهم فاتقبض عليه تاني. واستمرت المشاكل لحد شهر 6 أو 7 تقريبا. رجعوا اتهموا إزرا ميلر تاني ان هو كان بيحاول يستدرك 3 اطفال، ولسه كمان الاتهامات ما خلصتش. اتهموه ان
هو كان بيسرق بيت في فيرمونت لحد ما اخيرا بقى ميلر طلع واعتذر، وكان بيقول للناس ان هو اسف على كل تصرفاته اللي حصلت الفتره اللي فاتت وانه بيتعالج في مصحه نفسيه. حرفيا فيلم ذا فلاش ده من اكتر الافلام اللي شفتها في حياتي حصلت عليه مشاكل، من اول تغيير مخرجين واتهامات لبطل الفيلم وكوفيد 19 كمان، اللي هو حرفيا في كميه نحس حصلت مش طبيعيه. سيبنا بقى من ده كله وتعالى نشوف ايه هي الافلام اللي انت تتفرج عليها قبل ما تشوف فيلم ذا فلاش، عشان تبقى فاهم اللي بيحصل، عارف الشخصيات اللي بتظهر، تاخد احسن تجربه مشاهده للفيلم. نبدا بفيلم باتمان 1989 و1992، ودول افلام اختياريه ممكن ما تشوفهمش، بس الاحسن ان انت تتفرج عليهم عشان شخصيه باتمان اللي هو مايكل كيتون هي دي النسخه اللي هتظهر في الفيلم. فيلم مان اوف ستيل وده لازم تشوف، اتفرج على باتمان في سوبرمان داون اوف جاستس، واخيرا ممكن تتفرج على فيلم جاستس ليج سنايدر كات، وده عامه مش لازم تتفرجوا عشان فيلم ذا فلاش، الفيلم نفسه حلو وممتع يعني، اخر ما تبقى من حطام المخرج زاك سنايدر. اما بقى فيلم ذا فلاش فهم كانوا عايزين يعملوا حركه مجنونه، ان هم عايزين يجمعوا بين اتنين باتمان في نفس الفيلم، مايكل كيتون وكمان بن افليك، بس للاسف الخطه دي اتوقفت في الاخر وما اتنفذتش. وعلى فكره كنا هنشوف هنري كافيل في دور سوبرمان موجود في الفيلم، لحد ما في الاخر عرفنا ان هو مشوه من العالم كله، او هو اللي مشي يعني عشان يتفرغ لمسلسل ذا ويتشر، بس هم طردوه بقى بعدها. فدلوقتي هنري كافيل من سوبرمان لواحد بيعمل سيت اب الجيمنج اللي كان بيحلم بيه وهو صغير. وكمان جيمس جان قرر ان هو ما يكملش قصه بلاك ادم دوين جونسون. فحرفيا كل ده حصل قبل الفيلم، انت مش مجرد بتتفرج على فيلم ساعتين في السينما، ده رحله كفاح وكميه حاجات حصلت. فالفيلم لو ما نجحش في الاخر انا نفسي هتضايق لهم بصراحه. في مشكله بقى عندي اتمنى يعني ان هي تختفي لما اتفرج على الفيلم. في كوميك فلاش بوينت كان في شخصيه موجوده واتبدلت في الفيلم، سوبر جيرل بدل سوبرمان. الموضوع هيكون صعب اتقبله بصراحه لان متعود على ظهور سوبرمان في عالم دي سي، بس اتمنى يعني ان هي تتقدم بشكل كويس ويكون ليها تاثير ايجابي على القصه. دلوقتي بقى ايه علاقه فيلم ذا فلاش بعالم دي سي وايه اللي هيحصل بعد الفيلم؟ مع كل المشاكل والتغيرات اللي قلتها لكم في الفيديو لوارنر بروز ودي سي، فيلم ذا فلاش المفروض يكون هو اللي هينهي عالم وهيبدا عالم جديد. فيلمين مهمين في عالم دي سي، فيلم بلاك ادم وشازام الجزء الثاني، لكن جيمس جان وبيتر سافران قرروا ان هم يتدخلوا في العالم ده، كنسلوا كل الخطط اللي كانت هتحصل للافلام دي، وقرروا ان الفصل الاول لعالم دي سي السينمائي الجديد هيكون من اول فيلم ذا فلاش، وهيكون بعنوان مانسترز اند جادز، استغفر الله يعني. فهل فيلم ذا فلاش هيقدر ان هو يكون الواجهه لعالم جديد وعصر مختلف لدي سي؟ ولحد دلوقتي فجيمس جان ما قررش ايه هي الافلام اللي هتكمل معانا العالم دي سي الجديد، واللي ما اعتقدش يعني ان بلاك ادم هيكون منه. اما شازام الجزء الثاني فاحنا لسه مش عارفين. عارف لما تبقى داخل الامتحان وقاري العناوين الرئيسيه وجنبك واحد دحيح قاري الكتاب كله وشغال الله ينور بيحل؟ دي سي ومارفل هما اتنين، واحد ما بيذاكرش وعايز ينجح بالحب، والتاني من اول السنه بيذاكر اول باول وامتيازات. فطبيعي دي سي شايفه ان ليه مارفل لوحدها هي اللي بتلم فلوس وارباح حرفيا بتوصل لارقام خزعبليه، وخصوصا ان فتره الابطال الخارقين دي انا شايف ان هي مش هتكمل بنفس نجاحها، مش هتكمل بنفس الارباح الكبيره اللي بتحققها، لان اكيد هيجي وقت والناس هتبدا تزهق من افلام السوبر هيروز، هتبقى مقتصره بس على فئه معينه هم اللي بيتفرجوا على كل الافلام. فبعد كل المشاكل اللي بتحصل لدي سي هل هتقدر ترجع للمنافسه؟ نشوفها بتصارع مارفل اللي وقع دلوقتي بصراحه ومحدش عارف لها خطه، كل فيلم بنشوف لها اجندات وافكار بتمرر يعني سواء بطريقه مباشره او غير مباشره. مش عارف بصراحه، هي كل دي حاجات محدش عنده اجابه ليها، بس انا عايزك تقول لي هل شايف ان فيلم ذا فلاش هيكون واحد من افضل افلام السنه، خصوصا ان في افلام تانية نازله في السينما حرفيا وحوش؟ فيلم اوبنهايمر اللي هينزل في شهر 7 وعملت لكم عنه فيديو، كل اللي محتاج تعرفه قبل ما تتفرج على فيلم اوبنهايمر هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، ابقوا خشوا اتفرجوا عليه عشان جبت لكم تفاصيل التفاصيل. وكمان ما ننساش افلام تانية زي ميشن امبوسيبل وفيلم باربي، ايوه فيلم باربي في ناس كتير مستنياه ما تسالنيش ازاي، واخيرا تحفه سكورسيزي وفيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون. بس بعيدا بقى عن كل الافلام دي، هل فيلم ذا فلاش هيكون هو افضل فيلم في عالم دي سي؟ حابب اعرف رايكم تحت في الكومنتات، فخلونا نتناقش. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو فاحب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر، ما تنساش ان انت تعمل لايك لان ده فعلا بيفرق جدا، ولو دي اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان اول ما انزل مراجعه لفيلم ذا فلاش تشوفها على طول. وبس كده، انا علي اسماعيل نونز موفي هاسلر. معلش صوتي حاسس ان هو يعني كان رايح شويه في الفيديو، بس مطبق وبقالي يومين ما نمتش فالدنيا صعبه. لو حابين تتابعوني فانا موجود على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام. حرفيا صوتي ضايع في الفيديو. المشكله حتى لو عملت له ايديت برده مش هو الصوت طالما رايح. يلا بقى.